السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ توتي. النهاردة معنا مع بعض تحلية سهلة جدا وجميلة وتدفينا في الشتاء، يعني حاجة بجد سهلة في عمايلها وما تاخدش مننا وقت. الشعرية باللبن. إن شاء الله وصفتي وتقديمتي للشعرية تعجبكم، بس اللي يعجبه وصفتي ما ينساناش في اللايك والاشتراك في القناة أول مرة يشوفنا وتفعيل الجرس عشان أي وصفة جديدة أعملها يوصل لكم إشعار بيها. تعالوا نشوف هنعمل الشعرية مع بعض إزاي. اول حاجه انا عندي معلقه سمنه بلدي هحطها في الحله، هستناها بس لما تسيح. هنزل عليها بكوبايه شعريه، طبعا اللي عايز كميه اكبر طبعا حسب افراد الاسره ولا حسب اللي احنا محتاجينه. هنزل عليها بالكوبايه كده احمرها لحد ما لونها يبقى مظبوط. اقعد اقلب فيها على النار طول ما انا بحمرها كده علشان خاطر تبقى كلها لون واحد. خلاص لونها وصل للون المظبوط اللي انا عايزاه، اللون البني ده كده. هنزل عليه بميه سخنه، ميه مش لبن، لان الميه تخليه يستوي اسرع، تخلي الشعريه تستوي على طول. الميه طبعا بتغلي عشان ما تعجنش مني، الميه لازم تكون بتغلي. هنسيبها بقى تشرب الميه دي كده كلها، ولما تشربها هنهدي النار عليها. خلاص هي شربت الميه، انا الميه غطيتها بحبه ميه حلوين. اول ما شربتهم انا هديت النار خالص وحطيت الشياطه. هنسيبها تستوي على مهلها عشان ما تبقاش معجنه، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. الشعريه خلاص بعد ما استوت خالص، هي ما بتاخدش وقت في السوا، هم 5 دقايق بس هديت عليهم النار. طبعا مفرفره وجميله. انا هنفضيها طبعا في الاطباق بتاعه الغرف بتاعتي بالشكل ده كده. هنضيف عليها لبن سخن مغلي، وهنضيف معلقتين سكر. طبعا السكر ده حسب التحليه، طبعا السكر هيدوب في اللبن، كل واحد حسب ما بيحب الحاجه سكرها زياده او قليل. واحلى بقى تحليه في الشتاء وفي الجو ده وتدفينا. لو في مكسرات نضيف حبه مكسرات، لو ما فيش طبعا هي تبقى جامده من غير مكسرات. وادي طبق الشعريه بتاعنا، احلى تدفيه في الشتاء في الجو اللي احنا فيه. يا رب وصفتي للشعريه تكون عجبتكم وبألف هنا.